هنعمل النهارده الملوخيه بقوام مظبوط قوي، وازاي تحافظي على لونها الاخضر الحلو اللي انتوا شايفينه ده. وشويه رز بالكبد والقوانص بتاعت الحمام، ازاي تطلعي لونه حلو قوي كده. والكبد والقوانص كمان مستويه، شايفين شكل الرز والكبد والقوانص عاملين ازاي؟ شكل كده، طعم وريحه حاجه كده تحفه. الحمام بقى الحشوة بتاعته من غير ما اسويها ولا بنقطة مية، هيطلع الرز مستوي ومفلفل كده من غير ما تسويه خالص. وازاي الحمامية تطلع مفرودة زي ما انتوا شايفينها. شايفين هنا الملوخية اللون بتاعها اخضر والقوام بتاعها مظبوط. هنسمي الله وهنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة بتجيبي الحمام، يعني معظمنا بنجيبوه متنضف جاهز، لكن انتي ما تعتمديش طبعا على كده خالص. انتي بتجيبيه متنضف، بتعيدي عليه تاني اكيد، يعني بتكون في حاجة نسى يشيلها او ما اخدش باله منها. انتي زيادة تأكيد هتنضفيه كويس. هنضفه وهنقعه في محلول الملح. ملح وليمون، هما دول اللي بحطهم. الليمون اكتر حاجة كفيل ان هو يشيلك ريحة الزفارة. ببدأ كده من عند الرقبة من هنا او الزور زي ما بتقولي عليه، بتشيلي الحصلة اللي موجودة. هو لو شايلها او بتكون موجودة ممكن بيفضها لك من الاكل اللي فيها، لكن بيكون مكان الحصلة نفسه موجود. فانت حاولي زي ما عملت كده، هتفتحي الحصلة بالراحة وهتشيليها. وهمسك بقى الجناح هكتفه لورا، هوريكم ازاي هتكتفيه. بصي كده، ببدأ بالراحة كده بتشيليها، ولو لقيتيها موجودة الحصلة ولا حاجة انت بتبدأي تشيليها. سهل جدا، مفهوش اي حاجة. ان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط قوي. اول حاجة هبدأ بيها، معايا بصلتين متوسطين لان عاوزاهم لحاجتين، مش هحطهم للحشوة بس بتاعت الرز. معايا بصلتين كده في الكبة على البلانشة. المهم ان انت هتخرطيهم خرط صغيرة زي ما انت شايفاهم كده بالظبط. هو ده كده. هنروح بقى على البوتاجاز، معايا طاسة هنزل القوانص لوحدها قطعتها قطع صغيرة، وهحطها واحط عليها كمان معلقة زيت. هقلبهم كويس، القوانص بتاخد سوا شوية اكتر من الكبد. فهنزل بالقوانص على نار متوسطة وهسيبها مع نفسها. ومعايا طاسة تانية هنزل بمعلقة سمنة بلدي حلوة كده مليانة، وهنزل بنص كمية البصل. مش عاوزة هنا البصل ياخد لون ولا حاجة. مجرد ما بحطه في السمنة هنزل البهارات اللي هتلازمني النهاردة طول الفيديو، هي الفلفل الأسمر القرفة اللي هتديك اللون اللي انت عاوزاه ده. وكمان الملح. طبعا انت بتحطي كمية القرفة على حسب كمية الرز اللي انت عاملاه. بشرب بس البصل كده من البهارات بتاعتي. غسلة كوباية رز وهنزل بيها، غسلتها وصفتها كويس. وهنزل بيها على البصل. يعني هتقلبي طول ما انت واقفة قلبيها، عاوزاه يتشوح. لكن زي ما اتفقنا وزي ما قلت لكم مش هحط ولا نقطة مية. هقلبه كويس. حسيتي ان انت اللون لسه ما خدش اللون اللي انت عاوزاه، هتزودي قرفة تاني. هنا القوانص استوت. اول ما استوت نزلت بالكبد على طول. الكبد ما بتاخدش اي حاجة زي ما قلت لكم. شايفين هنا مع التشويح لقيت لون الرز مظبوط قوي. هناك على الكبد والقوانص هحط قرفة وفلفل اسمر وملح. زي ما قلت لكم البهارات دي هي اللي هتلازمني النهارده طول الفيديو. هشوحهم كويس. وخلاص على كده الكبد والقوانص هنا هسيبها دلوقتي، مش هعمل فيها حاجه. معايا الرز بعد ما شوحته، المهم ان انت تشوحيه كويس لحد ما يوصل للشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت. هاجي بقى للحمام هحشيه. شايفين كده من عند الرقبة من فوق اخدته على صوابع الاتنين، يعني انت هتتني حرف الرقبة من فوق على صوابعك وهتبدأي تحشيها. هنا كان لسه سخن قوي فبدأت احشيه بالمعلقة. لكن انت بايديكي احسن بكتير. هحشيه. مش هزود الحشو بتاع الرز. شفتي الممبار؟ يعني مثال للممبار ان انت لما بتحطي فيه الرز مش بتحشيه قوي او مش بتكبسيه قوي. هو ده اللي هعمله في الحمام النهارده، علشان ما تنسيش ان احنا مش حاطين ميه خالص. هبدأ احط زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ اكتفها من غير ما اربطها ولا ادخل خيط ولا اي حاجة. والرز هتستوي وهي هتستوي من غير الرز ما يطلع بره. هنا بايدي. بصي بايدك يعني بتتحكمي اكتر. فانتي بايديكي كده اول ما الرز بدأ وقدرت ان انا امسكه بقيت احشيه. شايفه كده مهويه ازاي؟ ما تضغطيش خالص الرز، خليها مهويه زي ما انت شايفاها كده. حشوها سهل جدا، ما بتاخدش اي حاجة في حشوها.
ممكن هنا تحطي الكبد والقوانص بتاعه الحمام، لكن انا حبيت اخليها في الرز اللي هيكون بره، مش في الرز اللي هيتحشى في الحمام. وهو ده هيكون شكلها بتكون متسويه ازاي ومفروده. انت هتسيبيها الرز جه بالظبط، يعني على قد الحشوه بالظبط. هتسيبيها طبعا مفروده كده، وهتحطيها كمان مفروده. عندي الميه اول ما غلت، شايفه كده بحط الحماميه مفروده ازاي، هتطلع معاكي مفروده. هي بوريها لك كده، هتطلع معاكي مفروده. طبعا الشوربه اي ريم موجود هتشيليه الاول. ومعايا هحط هنا بصل. البصل ممكن تقطعيه، لكن لو بتحبيه زينا كده الواحده بوحدتها هتحطيه زي ما انت حابه. حطيت بصل وطماطم ورق لوري وحبهان ومستكه. بوريكي هنا الحماميه كانت مفتوحه ازاي، او كمان اللي جنبها دي رقيقه قوي، فبتحطيها على وش الحمام. اول ما الميه بتغلي بتبداي توطي النار زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، علشان ما يفتحش منك ويستوي كويس. بتعرفي ازاي ان هو استوى؟ بتيجي من عند الجناح كده وبتبداي تتكي عليها شويه، تشوفيها استوت ولا لا. انت هتحسي بيها ان هي استوت على طول، زيها زي الفراخ بالظبط. شايفينها ما شاء الله، ولا واحدة فرقعت ولا واحدة جرالها اي حاجة، متماسك. والرز استوى خالص زي ما انتوا شايفينه، وهوريكم دلوقتي شكله ان هو استوى ازاي. الكبد والقوانص بعد ما استوت هنزل بالبصل اللي كنا فرمينه. اخدت الجزء التاني تقليبة واحدة، وهنزل بمعلقة سمنة كمان، لان ما تنسيش ان حطيت معلقة زيت واحدة بس. هنزل بكمية رز طبعا على حسب الكمية اللي انت حباها. هقلبه وهشوحه كويس. اهم حاجه في الرز عاوزاه مفلفل وطعمه حلو. حتى لو زودتي كمان شويه ميه مش هيعجن منك ولا حاجه، لو زودتي كميه صغيره منك علشان مشوحاه. حطيت كمان معلقه سمنه، وزودت قرفه زي ما قلت لكم على حسب اللون اللي انت عاوزاه. ميه مغليه بقى، ما تنزليش بميه من الحنفيه لو انت مشوحه الرز. هسيبه كده لحد ما يستوي، وهوطي عليه النار، وهتشوفي شكلي وطعمه كان عامل ازاي. الحمام بعد ما استوى في حاجتين، ممكن تحمريه في الزيت زي ما بحمر كده، او ممكن تحطيه على الشوايه. الناس اللي بتعمل رجيم حطيه على الشوايه، بينزل دهون، لان الحمام سمين. شايفين شكله عامل ازاي؟ كل الدهون اللي فيه ممكن بتنزل وانتي بتحمريه في الشوايه. وده كان شكله الحمامية مفرودة، والرز بتاعها كان مستوي قوي. هنعمل بقى شوية ملوخية. ملوخية جبتها وقطفتها وغسلتها وخرطتها بالملوخية بالمخرطة. ازاي عاوزة الملوخية بتاعتك تطلع القوام بتاعها كويس؟ هنا الحلة هحس ان هي صغيرة، هحطها في حلة تانية. حطي الشوربة، ما تزوديش شوربة كتير وانتي بتعمليها، لحد ما تقلبيها وتحسي ان القوام مظبوط زي ما انتوا شايفينه كده بالمضرب. هتكون مظبوطة. اول ما بتبدأ تغلي من الحروف، او تحسي ان هي خلاص هتغلي من الحروف، بتشيليها من على النار خالص. معايا هنا معلقة سمنة، حطيت توم وحطيت كزبرة ناشفة، وحطيت كمان على الحلة كزبرة ناشفة. اول ما تحمر زي ما انتوا شايفين اللون الحلو ده، هتنزلي على الملوخية وهتشيها زي بطريقتك طبعا اللي انت بتحبيها، الطشة اللي انت عاوزاها، وهيكون بالشكل ده. قلبة واحدة بس من الملوخية وببدأ اطفيها على طول، وهتطلع باللون والقوام التحفة قوي اللي انتوا شايفينه ده. حسيتي ان هي تقيلة هتزودي شوربة تاني. ما تقلقيش خالص لو انت حسيتي ان هي تقيلة، لكن لو خفيفة مش هنعرف نعمل فيها حاجة تاني. فانت الافضل قليل الشوربة شوية. بعد كده هننزل بالرز الحلو قوي. شايفين شكل الرز عامل ازاي؟ ومفلفل، وكان حلو زي ما انتوا شايفينه. بيبقى كويس زي ما قلتلك. لو انت حابة تحطيه في الحشوة بتاعت الحمام، هتحطيه حباه يكون بره زي ما عملت كده، هتخليه بره. وده كان شكل الحمامية. شايفين الرز مستوي ازاي؟ وشكله كان حلو وطعمه كمان خطير. جربيه بالطريقة دي ان شاء الله. الفيديو النهاردة يعجبكم. يا رب اكون قدرت اوصل لكم كل حاجة. اشوفكم ان شاء الله على خير، مع الف سلامة.